الطرف ده وجيب، يعني احرك الصينيه كده ايه واسوي واحده واحده. بس للاسف ما انتبهتش خالص ان الكاميرا مش شغاله اثناء ما كنت بسويها على النار عشان اوريكي طريقه التسويه. بعد ما ببدا هنا اسويها كويس او من الجهه، اقلبها على الجهه التانية وبرده على نار هاديه لحد ما تستوي خالص. تسيبيها تبرد خالص، وبعد كده تقطعيها بالشكل اللي انت عايزاه، مربعات، مثلثات، اللي انت حباه. وتقدري تعملي مثلا فطيرتين ثلاثه، ولو كلتوا منها في وقت ما عملتيه وهو لسه سخن، بقيتوا تقدري تحفظيه في الفريزر، وقبل ما تيجوا تاكلوا تطلعيه هيفك، هيبقى، او تحطيه في الميكروويف دقايق بسيطه، هبص تلاقيها كانك لسه عاملاه او لسه خبزاه، هتلاقيها سخنه ومورقه في منتهى الجمال. بتمنى ان اكون بقدم لك معلومات مفيده واكون ضيفه خفيفه على قلبك. اجمل امنياتي ليكي بدوام الصحه والسعاده. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. استودعتكم الله. ما تنسيش تعمل فيديو باللايك ودعواتنا لامواتنا. الى اللقاء.